وصلتوا مرحله انتوا ما بقيتوش قادرين تستوعبوا وتفهموا الكارما دي سببها ايه. خلاص، لان بمنتهى البساطه انتوا ماشيين عكس الاتجاه. عارفين بتفكروني عاملين زي العربيه احذر السياره ترجع للخلف، انتوا بقيتوا عاملين كده. اولا ماشيين عكس الخطه الالهيه بتاعتكم، بتخدموا في سلالات غير سلالتكم. بعدتوا عن السلالات والقوى النورانيه واولها توائمكم، سايبين التوأم هم اللي قاعدين في وش المدفع بيواجهوا مسؤوليات حقيقي كبيره، وبيحاولوا يغيروا في وعي جمعي، وانتوا شايلين ايديكم تماما لان انتوا اصلا مش فاهمين اللي بيجرى. فدي بقى مشكله كمان تانية. اللي عندهم علاقات اطراف ثالثه، انتوا جالكوا بدل الرساله 1000، وبقالكوا فتره، بقالكوا كذا سنه بيجيلكوا رسائل وانتوا برضو ماشيين من دماغكم، او الايجو هو اللي ماشيكوا، مش قادرين تفهموا. اولا الاطراف الثالثه دولت سلالات دراكونيا انوناكي. من الاخر نجنب بقى عواطف، نجنب مشاعر، نجنب كل دوت سلالات دراكونيا انوناكي، وده السبب ان انتوا اصلا حياتكم العاطفيه مش ماشيه. اوكي. فانتوا يا دراكونيا انوناكي يعني سلاله تانية عكس، من الاخر هي العدو بتاعكم من الاخر. فهو عكس الخطه الالهيه بتاعتكم، عكس السلاله اللي انتوا جايين منها. فانتوا ليه مستغربين ان يبقى عليكم كارما، وليه مش قادرين تستوعبوا ان انتوا عليكم كارما؟ اوكي. بتزعلوا من كلام الين وقاعدين بتهربوا من كلام الين عشان انتوا شايفين ان كلام الين بيوجعكم، بس الحقيقه ان انتوا للاسف ما بقيتوش بتتحركوا غير بالوجع والالم. هي دي مشكله يا جماعه. هتكلم وهرجع للحته دي، بس اعرفوا ان انتوا للاسف تطوركم بقى مرهون بالوجع والالم. ما بتتحولوش وما بتروحوش لحته التشافي غير لما كلام الين يوجعكم قوي، وتتوجعوا من كلام الين قوي، والايجو بتاعكم يتوجع قوي، وتروحوا لألم رهيب وجلد ذات. لان على فكره اليانج عندهم كمان جلد ذات، عشان تبقوا عارفين. اليانج عندهم كومبو كده، خلاط تناقضات. جلد ذات رهيب، زعلانين منكم وزعلانين عليكم يا توائم ين، وفي نفس الوقت هم مش عارفين يعملوا ايه، واقفين في حته في النص، قراراتهم مش حاسمه.